تخيل معي بنت تبيع الماء اللي استحمت فيه، ولا مشكلة الناس تدفع 30 دولار عشان تشتريه. الكمية كلها خلصت خلال 12 ساعة، والغريب إن القصة ما وقفت هنا. في البداية بيلا كانت تنزل فيديوهات عادية، ما كان يجيها تفاعل كبير. شوي شوي بدأت تطلع عن السيطرة، سوت اونلي فانز، وهي بنت من جنوب افريقيا. من البداية ما كانت تشارك كثير عن حياتها، كانت تخلي الغموض يخدم لصالحها. لو شفت بس صورة لها في تويتر، الفضول يخليك تبغى تعرف عنها أكتر. وهي فهمت هالشيء، عرفت إن الناس مهتمة تعرف عنها أكتر، وهنا قلبت الموضوع لمشروع. فكرت كيف تستغل الاهتمام وتدخل منه فلوس. وفي يوليو 2019 أعلنت إنها بتبيع الماء اللي استحمت فيه بسعر 30 دولار للعلبة. والمصيبة الكمية كلها خلصت خلال أول 12 ساعة بسبب الطلب الخيالي عليها. السؤال اللي لازم نسأله هنا، هل متابعيها بسيكوبات ولا الموضوع فيه شيء تاني؟ يوتيوبر شروا العلب وشربوها قدام الكاميرا، وبعدها موقع معروف قال إن حوالي 50 واحد مرضوا بعد ما شربوا هالماء. لكن البنت هادي عندها ذكاء غريب. أي ضجة إعلامية كانت تستغلها كدعاية مجانية لها. حتى المتابعين المهووسون فيها سوت لهم مجموعة وسمتهم سيمبا. وبعدها سوت حركة تانية، نزلت صورة في الانستغرام وقالت إذا وصلت ل1,000,000 لايك بسوي حساب في اونلي فانس. لما يعرف وش هو اونلي فانس؟ انت من المبشرين بالجنة، مبروك عليك. موقع ينزلون فيه محتوى اباحي. والصدمة الصورة جابت اكثر من 2 مليون لايك، وفعلا سوت الحساب. لكن الفيديوهات كانوا خدعة ذكية. العنوان مغري، لكن داخل الفيديو عادي، لابسة ملابسها. الناس دفعت فلوس وانخدعوا، بعضهم ضحك لكن ناس كتير تعصبوا وسووا حملات بلاغ جماعية. وبعد أسبوع حسابها في إنستغرام انقفل، ومن هنا بدأ نشاطها يقل شوي شوي. اختفت تماما، أخذت بريك 3 أشهر. الناس بدأت تسأل رجعت ولا خلاص انتهت. وفي 8 أكتوبر 2019 غردت في تويتر وقالت كنت في السجن، وبدأت تضحك. هنا أنا شخصيا تأكدت إن البنت هذه مستحيل تكون طبيعية. وبعدها اختفت مرة ثانية 8 أشهر كاملة. الغموض خلى الناس تظل مهتمة، ولما رجعت بفيديو عنوانه I'm back خلال أسبوع واحد جاب أكثر من 20 مليون مشاهدة. لكن بعدها بدأت تغلط، قالت إن أشياء كثيرة كانت مفبركة. تكلمت عن حياتها، عن عائلتها المحافظة، وقالت إن عندها حبيب طول هالفترة. وهنا كثير من الشباب اللي كانوا مهووسين فيها بدأوا يفقدون الأمل. الغموض اللي كان سرها الحقيقي اختفى. نزلت أول فيديو صريح، وهنا كانت رصاصة الرحمة. عنصر الغموض انتهى. المشاهدات نزلت، ما عادت تجيب حتى 10% من اللي كانت تجيبه قبل. ربحت فلوس كتير في وقت قصير جدا، لكن ضحت بالغموض اللي كان يضمن لها اهتمام طويل المدى. الغموض كان سلاحها، ولما قررت تبيعه انتهت. بعض الناس يربحون فلوس بسرعة، لكن يخسرون الشيء اللي خلاهم مميزين. وبيلا ربحت ملايين، لكن خسرت الصورة اللي صنعتها بنفسها. وأنت، هل تفضل شهرة سريعة ولا تأثير يعيش سنوات؟